عليكم حبيباتي ومرحبا بكم في قناتي. اليوم جبت لكم وصفة الصابلي ب6 حبات بيض، لكن النتيجة جات روعة وبنينة بزاف. وصفة اقتصادية وسريعة تقدروا تديروها في اي وقت، ماشي شرط الا في عيد الفطر. نبداو بالمقادير على بركة الله. عندي زبدة فلوريال وعندي فرينة لابيل. انا نستعمل هذه الفرينة يا البنات. عندي صفار البيض، عندي 6 حبات، عندي كاس سكر ناعم، زوز خميرة كيميائية ولافاني. هنايا البنات راني جبت غيسيبيا وحطيت فيه الزبدة، راح نديرها بيدي يا البنات حتى يولي نتحصلوا على قوام كريمي. شوفوا يا البنات لازم تحصلوا عليها هكذا يا البنات وكأنها قوام كريمي. راح نضيف لها الكاس تاع السكر الناعم هكذا، راح نزيد نخلط مليح ونشوفوها مع بعض. نخلطوها مليح يا البنات هكذا مع السكر باش يدخل مع الزبدة ويجي ثاني قوامها كريمي. انا نخلط مليح ونرجع نشوفوها مع بعض. ويا البنات ملاحظة صغيرة، كيما تعمروا الكاس تاعكم بالسكر الناعم اخدتوه شويه هيك يا البنات وزيدوا ضيفوا شويه باش يجيكم الصابلي تاعكم حلو وبنين بزاف. شوفوا يا البنات بعد ما ضفت السكر تاعي تحصلت على هذا القوام الكريمي. نزيدوا نضيفوا الفاني تاعنا هكذا، نزيدوا نحركوا مليح، نقوموا بعملية الخلط هكا جيدا باش تدخل الفاني تاعنا في الزبدة. انا نحرك مليح ونشوفوها. انا راح نضيف صفار البيض اللي هما 6 حبات هكذا يا بنات، وخلطوا جيدا. راني قلت لكم هذه الوصفه تاع الصابلي بزاف بنينه، تقدروا تستعملوها في اي وقت، مش محتم في عيد الفطر او اعياد باش تقدروا تستعملوا هذه الوصفه. هنايا البنات راني ضفت صفار البيض تاعي اللي هما 6 حبات، راح نخلطوا جيدا هكذا يا البنات. راهو كل شيء موضح بالفيديو. انا نخلط جيدا ونرجع نشوفوها مع بعض. وهنايا بعد ما ضفت صفار البيض تاعي شوفوا القوام اللي تحصلت عليه بزاف مليح. خلطوا جيدا باش تحصلوا على هذا القوام يا البنات. انا نروح نغسل يديا ونرجعوا نكملوا مع بعض. البنات راح نجيب الصفايه تاعي ونضيف القليل من الفرينه ونزيد نضيف لها 2 ساشيات من الخميره الكيميائيه هكذا يا البنات. من الافضل النواشف تاعكم لازم تغربلوهم في الصفايه هكذا. راح نخلط ونزيد نزيد نضيف الفرينه حتى نتحصلوا على عجينه طريه ومتماسكه. بنات راني زدت ضفت الفرينه كيما راكم تشوفوا، وضيفوا غير بالطرف باش ما تغلبكمش الفرينه وتجي العجينه تاعكم بزاف شايحه، غير بشويه البنات هكذا. انا نكمل نضيف الفرينه تاعي ونشوفوا العجينه تاعنا كيفاه جايه. هنايا البنات خلطوا هكذا يا البنات، ما تعجنوش العجينه تاعكم تاع الصابلي، غير نخلطوا هكذا كافيه. ويا البنات بعد ما ضفت الفرينه تاعي تحصلوا على هذه العجينه قوامها طري يا البنات. انا دات لي نصف باكي من الفرينه كيما راكم تشوفوها، قال غير هذه الكميه. هاي البنات جيبوا ورق الطهي ورشوا عليه القليل من الفرينه وديروا بهذه الطريقه يا البنات هكذا. حتى تمشيو الفرينه تاعكم كامل على ورق الطهي بهذه الطريقه، والزائد نحطوه هكذا يا بنات. ونحطوا العجينه تاعنا بهذه الطريقه، نزيدوا نحطوا عليها فوقها ورق الطهي. نجيبوا الحلال تاعنا ونحلوها بهذه الطريقه. اهو كل شيء واضح وكل شيء بسيط يا البنات. حلوها مليح هكذا.
نترك نحلها ونشوفوها مع بعض. درك نجي نطبع العجينه تاعي ونحط هذا القالب في الفرينه يا البنات على الجهتين هكذا، ونجي نطبع بهذه الطريقه، نحطها في صينيه اللي درت فيه ورق الطهي بهذه الطريقه يا البنات. ديما استعينوا بالفرينه يا البنات باش تجيكم سهله. وهذه العجينه يا البنات اللي طبعنا بها راح نديروها هكذا حتى تتلم بهذه الطريقه، من بعد نزيدو نخدمو. هنايا البنات راني طبعت العجينه تاع الصابلي كيما راكم تشوفوها، راح نحطها في الفرن على درجه حراره متوسطه ونشعلو من التحت والفوق حتى طيب ونعسوها يا البنات، ما تغفلوش عليها باش ما تحرقش. هو الصابلي تاعي بعد ما خرجته من الفرن دار لي تحميره بزاف مليحه كيما راكم تشوفوا يا البنات. نجيبو المعجون ونجيبو نواه كوكو يا البنات كيما راكم تشوفوا، هذا المعجون تاع المشماش يا البنات. نغلقو الصابلي تاعنا بهذه الطريقه يا البنات هكذا. اذا جاكم المعجون تاعكم شويه ثقيل يا البنات تقدروا تحلوه بشويه ماء الزهر، انا ما حليته ما والو، ما درتش فيه الماء الزهر خلاص هكذا راهو كافي. راح نغلقه بهذه الطريقه يا البنات هكذا بهذا الشكل يا البنات. انا نروح نكمل هذه الكميه ونرجع نشوفوها مع بعض. نجيب البانسو تاعي ونديرو للصابلي تاعنا المعجون هكذا على السطح بهذه الطريقه. بعد ما دهنت السطح تاعي تاع الصابلي كيما راكم تشوفوا بالمعجون راح نحطو في نواه كوكو بهذه الطريقه يا بنات. بهذا الشكل كما راكم تشوفوا يا البنات. وتحبوا ثاني تقفلوه بالمعجون عادي وتزيدوا تضيفوا له قليل هكذا يا البنات من المعجون في الوسط بهذا الطريقه. انا كثرت نروح نقص شويه البنات، تقدروا حتى ديروا هكذا بالبانسو يا البنات على الحافه هكا نص برك يا البنات وتحطوه في نواه كوكو بهذه الطريقه يا البنات. راح يجي شكلها بزاف راقي، اصلا نواه كوكو راح يعطيها طعم بزاف مميز كما راكم تشوفوا هكذا يا البنات. انا نكمل الكميه اللي بقات لي ونرجع نشوفوها بالتزيين وفي صحن التقديم. كميه لا باس بها كما راكم تشوفوا، دار لي انايا قيس 40 حبه يا البنات. وهكذا نكونوا حضرنا صابلي بزاف بنين وبزاف هشيش يا البنات. اللي عشاق نواه كوكو راح يحبوه بزاف، تقدروا تجربوه وتكتبوا لي في التعليقات. وما تنسوش ديروا لايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يصلكم كل ما هو جديد. مع السلامه.